بقالنا كتير قوي عايشين نفس الروتين، نفس الأحداث تقريبا كل يوم، دراسة وشغل وشغل ودراسة. آن الأوان بقى إن تحصل حاجة مختلفة. فبكل اختصار قررت أروح أطلع طلعة خيل. أكتر حاجة من الحاجات اللي جربتها حبيتها، فنقدر دلوقتي نقول يلا بينا نبدأ الرحلة. ورغم ان الطريق كان طويل شويتين تهت شويه في النص كمان، بس شوفوا قابلت مين في الطريق. جدي، او للدقه ممكن نقول جدودنا. وبعد شويه وقت وصلنا المزرعه، وقررت المره دي تكون طلعت الخيل مختلفه ونطلعها في سقاره. وبصوا قابلنا مين اول ما وصلنا. هذا الكلبوب اللطيف اللي اتقال لي اسمه 3-4 مرات، ورغم هذا الاسم كان صعب جدا ان انا احفظه، بس زي ما انتم شايفين حاجه كده منتهى الكيوتنس. وخلينا نتفق اني انبسطت جدا باليوم ده كله. بدأنا اليوم من بدري وقعدنا كده في قعدات عربي في المزرعة ذات نفسها، ده غير الفطار اللي كان عبارة عن فطير وعسل وشوية حاجات كده تحفة. بس الفقرة اللي كانت مميزة جدا بالنسبة لي التدريب. اللي عرفته من كابتن مريم، وهي الحد اللي كان مسؤول عن الرحله بتاعتنا في اليوم ده، ان هي بتعمل تدريب من الصفر لحد الاحتراف حرفيا. فلو كنت حد عايز تتعلم ركوب خيل وما ركبتوش في حياتك قبل كده، كل اللي عليك تكلم بيج ميراز رايد. التدريب بيكون في مواعيد وايام معينه، ومش فارق خالص السن الشخص اللي عايز يتمرن. واكيد لو عايزين تفاصيل اكتر عن الموضوع هسيب لكم البيج في ديسكريبشن الفيديو، وممكن تدخلي تسالوها على اي حاجه انتوا عايزينها. وبعد ما التدريب خلص قررت اني اروح اتمشى شويه في المزرعه. ومش هنعدي حاجة زي كده من غير ما نروح نتفرج على كل الخيل الجميلة الموجودة في المكان. وأعتقد الخيل اللي جاي ده بالذات ناس كتير هتكون عارفة هو شبه مين. وقعدنا نتفرج على كل الخيول اللي هناك. وخلوني فعلا اقول لكم ان رغم ان الخيل حيوان كبير جدا بالنسبه لي، بس بجد هم من الطف الكائنات اللي اتعاملت معاهم. اي نعم احنا رحنا نتفرج عليهم في وقت غير مناسب تماما، كان اغلبهم تقريبا بياكل، بس ده ما يمنعش انهم برضو كائنات لذيذه جدا. وهنا دي كانت محاولة مني في اني ادخل اسلم على الخيل الامور الاسود ده، وتقريبا كنت بعمل ديل معاه ان انا بس هطبطب عليه وهو ما يموتنيش، بس بجد كان لطيف جدا. وحقيقي مش هكون ببالغ ان الخيل ده من اكتر الخيول اللي بجد جميلة جدا جدا شفتهم في حياتي. واعتقد ان الوقت اللي كلنا وكلكم مستنيينه وصل. اقدر اقول دلوقتي ان الخيول استعدت وطلعتنا هتبدأ حالا. بس لو فاكرين ان الموضوع خلص لحد هنا،
وبعد شوية الحماس وزيادة الأدرينالين دول وصلنا عند أهرامات أبو صقير، نقدر نقول عليها هي ميني أهرامات من الأهرامات الكبيرة بتاعتنا. فطبعا كان لازم نتصور شوية صور جميلة فوق. ويمكن ألطف لحظة بالنسبة لي لما بصيت على الصحراء كده وهي كبيرة جدا جدا وفاضية قدامنا. وهنا ما فهمتش الحصان بتاعنا وسلمى بيعمل ايه مع بعض، بس يعني حسيت ان احنا جينا في وقت غلط. وبعد شوية وقت والكثير من الصور بدأت رحلة العودة. وخليني اقول لكم، رغم انها مش اول تجربة خيل ليا، بس فعلا الطلعة في سقارة مع كابتن مريم كانت من ألطف الحاجات اللي حصلت لي الفترة دي. فلو حابين تعيشوا التجربة دي زيي كده هسيب لكم لينكات كابتن مريم كلها في ديسكريبشن الفيديو، تقدروا تدخلوا تكلموها في اي وقت. وما تفهموش ايه اللي حصل، رغم ان احنا طلعنا الصبح عادي، بس زي ما انتوا شايفين كده انا ما كنتش عارفه اشوف نفسي اصلا. بس لو فاكرين ان اليوم خلص لحد هنا، كان في حفله شوي صغيره. وفي النهاية تجربة رائعة جدا أديها 20/10 ونجمة وبوسة. بس للأسف كان لازم أرجع البيت. بس كده، سلام. تن تارارارا، رارارارا، تن تارارارا، رارارارا، تن